الفيديو ان شاء الله غادي نقول لكم شنو كيوقع لبعض الاخوان اللي كيتذمروا من الحرفه ديال تبقلت. في الاول كيبغيو يبداو شي حرفه ما كيحطوهاش في دماغهم، ما كيفكروش، كيجيو كيقولوا تبقلت. خصوصا الاخوان ديالنا في السوس كيجيو لتبقلت، ولا الظروف كتلحهم لتبقلت. علاش؟ حيت ما كاينش البديل. اولا في السن اللي كيدخلوا فيها لتبقلت، يعني الا بغيتي تقارن تبقلت بالحرف الاخرى فهي تبقلت افضلهم في الثمن وفي الكرامه ديال الانسان وفي الخدمه وفي كل شيء، حتى في الصير. وهذا الشيء هضرنا عليه في حلقات قديمه. كيدخلوا لهاد التبقلت هادي علاش؟ حيت كتبان لهم سهله، ولكن راه اسهل حاجه فيها هي الدخل. اسهل حاجه في تبقلت هي انك تبداها، ولكن الاستمراريه فيها وانك توفر لها الشروط ديالها باش تصور منها شي بركه راه هي اللي كتكون صعيبه الاخوان. هذا الشيء علاش كيديكالاو بعض الاخوان، كتبان لهم حرفه سهله في الاول، راه غير كيدخلوا كيبداو يتلاقاو بالصعوبات، وهنا كيتدمروا. من بين الصعوبات اللي كيتلاقاو هاد الناس ولا اللي كيتلاقاو بها وما خدامين في تبقلت، طريقه العيش. قلنا اول هاد العقبات ايها الاخوه هي طريقه العيش. عندك يسحب ليك انك غادي تعيش بحال اللي كنتي خارج الحانوت بحال داخل الحانوت. لا لا يا اخي، راه العيش داخل الحانوت راه كيتطلب منك واحد انك تزير الصمته وتفراني. بالنسبه للنفس الاماره اللي كتامرك هادي بغيت هادي بغيت هادي، لا، ديك الهضره ما كايناش في الحانوت. الحانوت فيها انك كل وقيس، ضرب وقيس، لا تغيس الشريف. لانك اصلا شنو هو السبب ديال هذا الشيء اللي كيخليك انك ترد البال على داك الشيء اللي كتخسر؟ ما تخسرش بزاف وما تفوتش المعدل، لانك كتلعب في واحد البحر انت كتعوم، ما عارفش واش غتخرج ولا ما غتخرج، انت غير كتعوم. وفي وسط هاد العومان خاصك ترد البال وتحافظ على السفل ديالك اللي غادي يديك للشاطئ. نفس المعنى، انت قاعد في وسط 20 مليون ولا 25 مليون ولا 18 ولا 12 ولا شناهي، ربما ديالك، ربما مسلفها، ربما كريدي النص ديالها، ربما حاسب ليك شي واحد. يعني ما يمكنش تبقى كتخسر في وسط هذوك الفلوس وانت ما عارفش شحال صورتي، ما عارفش، والله ما كتعرفش شحال صورتي، انت كتحسب اكزاكت. يعني انا كنهضر على اكزاكت. اما الا كان المحل خدام راه كيبان لك، وهذا الشيء كيشجعك انك تزيد تزير. ماشي الا كان المحل خدام كيخليك ترخى ودير ما بغيتي، لا، الا كان المحل راه شحال من واحد كيطيح في هذا الفخ انه كيشوف المحل خدام صافي كيترخى وكيقول ماشي مشكله داخله الفلوس. الا كان المحل خدام عاد خصك دير الصمته وتزير باش تحافظ على هذوك الفلوس اللي صورتي، باش ما يمشيوش لك هباء منثورا ويخرجوا لك مع الخرجات ديالك. انت في القهوه، انت في التيران، انت في عند موالين طاكوس، انت عند صحاب بوكاديوس، انت عند، لا، مول الحانوت خصو يكون ملتزم لهاد الامور هادي، خصو يدير بوطه والكاميله ديالو والطاجين. ياك سمعت؟ يتقدا خضيره ويقاد، ديرها فيها تربيه للنفس، كتهذب النفس ديالك. الحانوت راه مدرسه، راه ماشي غير حانوت كما كيقولوا بعض الاخوان حبس مزوق، ومن واحد الناحيه حبس، حيت حتى السجن راه كيخرج الرجال، ما تنساوش السجن راه كيخرج الرجال حتى هو، راه ماشي عنده دائما ديك السمعه الخايبه، لا اللي دار شي حاجه خايبه هو اللي كيتسجن، لا، راه كاينين الناس يعني في النضال وفي كل شيء وكيتسجنوا وكيخرجوا كالذهب، الا دخلوا للنار كيخرجوا اكثر بريقا. يعني هذا هو الدور ديال تبقلت. اما اللي كيظن تبقلت انها بهاد المساله الثانيه الاخوه اللي كيصطدموا مع هاد الناس اللي كيظنوا ان تبقلت سهله في الاول في الدخول ديالها، راه سهله انك تكري محل وتعمر وتقعد في وسط منه، ولكن الاصعب هو هاد القعده هادي في وسط منه، واش غادي تزبطها ولا لا. الحاجه الثانيه هو الطريقه ديال التعامل. راه ما يمكنش تتصل مع اي واحد، ما يمكنش تبقى تهضر الهضره مع اي واحد، ما يمكنش تاخذ راحتك، راه كاين واحد الاخلاق، واحد الالتزامات كتحيط بك من هنا ومن هنا وانت في تبقلت ديالك. راه تكون انسان محترم وانسان شارب بلولو وبقواعده وقاعد، وتكون عندك الكلمه، وتكون معقول، ما تغش الكليان ديالك وتكذب عليه وتقول لي هذه مزيانه وهي ما مزياناش، ولا تدي ليه ديالو ولا كذا الى اخره. لا، هادشي كله ممنوع. علاش ممنوع؟ راه كاين اللي كيدير هادشي خارج الحانوت، ولكن فاش كيدخل الحانوت كيجمع راسو. علاش؟ انا ما عنده علاقه هادشي بالدين ولا بالخوف من الله ولا هذا، لا، كاين اللي كيدير هادشي في وسط الحانوت ولكن خارج الحانوت كيدير العجب المتعجب. راه نقول لكم علاش، حيت في وسط الحانوت كتلقى نعم سيدي الصوره ديالك كترسمها، وإلا درتي الخايب مع واحد ودرتي الخايب مع الثاني والثالث والرابع، صافي
السيره ديالك ولا الصوره ديالك غادي تمسخ، وغادي تذيع الاخبار ديالك في الحومه كلها، وغادي يعرفوك الناس بانك انت ما تسواش، انت خايب، انت شفاط، انت كذا انت كذا انت كذا. هذا الشيء كله هو كينتشر بواحد السرعه كبيره. هذا الشيء خصك ترد ليه البال الله يرضي عليك. لذلك يا الاخ الكريم، هاد جوج ديال الاسباب خاصك دير، ماشي اسباب، هاد جوج ديال الامور خاصك دير بحسابهم وانت داخل على تبقلت. خاصك ديرهم في بالك مزيان، وانه الا ما طبقتيهم وفرطتي فيهم راه احتمال يعني تقريبا 90% انك تفشل في هذه الحرفه. احتمال 90% انك تفشل فيها. يعني الا ما طبق، الا ما دايرش في بالك هذه الامور انك تطبقها وانت في وسط المحل، راه كيبان ليا ما غادي تزد شيء. حيت هادو واحد المكونات ديال تبقلت، راه ماشي غير تبغي تحيدهم صافي راه غادي، لا، راه ضروري خصهم يكونوا فيك ولا بد. خاصك تعرفهم وتطبقهم في نفس الوقت. كاين اللي كيعرفهم ولكن كيفشل في التطبيق ديالهم، هذا هو المشكل. اما الحانوت راه مزيانه وتصور فيها الفلوس، ولكن لا درتي هاد الامور هادي، لا حاولتي تضبط النفس ديالك وتضبط راسك وتسمع في شي امور اللي هي زايده، ماشي كاين اللي تيقول لك لا راه خصك تعيش الحياه، لا ما كاين تعيش الحياه. اي حاجه الا بغيتي تعيش فيها الحياه راه غادي تفشل فيها، خصوصا في التجاره. باش نكونوا واضحين، الله يجازيكم بخير. يلا هادشي اللي كاين. بارطاجيو وديروا متابعه للصفحه وتفاعلوا مع الفيديو. السلام عليكم.